مساء الجمال على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. زي ما انتم متعودين حلقتنا مليئه باهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا. وحابب اقول لك انك انت تقدر تتابع كل اخبار النادي الاهلي اليوميه من خلال قناتنا. انزل دلوقتي اعمل اشتراك في القناه لو ما انتش مشترك عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي. الاهلي ينفي كل ما تم تداوله في الايام الماضيه عن تفاوض النادي مع مدربين اجانب اخرين لخلافه ياسطرب في الوقت الحالي. ومصدر بالاهلي يؤكد بان النادي لم يدخل في اي مفاوضات مع اي مدرب اجنبي في الوقت الحالي لحين انهاء كل الامور بشكل ودي مع ياسطرب خلال الفتره القادمه. ويؤكد بأن النادي لم يتفاوض مع أي مدرب أجنبي آخر قبل إنهاء كل الأمور بشكل ودي مع ياسطرب خلال الأيام القادمة بعدما استقر النادي على رحيله عن القيادة الفنية للفريق. تقارير صحفية تؤكد بأن ياسطرب هيستمر في القيادة الفنية للأهلي حتى نهاية الموسم الحالي نظرا لقيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقده حاليا مع الأهلي، وذلك بعد تأكيد مسؤول الأهلي بأن المدرب لم يتنازل عن جزء من قيمة الشرط الجزائي المتواجد حاليا في عقده في حال استقر مسؤول النادي على رحيله. وبناء عليه فضل مسؤول الاهلي استمرار ياسطرب مع الفريق حتى نهايه الموسم الحالي حتى لا يتعرض النادي لاي اعباء ماليه ضخمه نظرا لقيمه الشرط الجزائي المتواجد حاليا في عقده مع الاهلي. الاهلي ينفي كل ما تم تداوله في الايام الماضيه عن دخول النادي في مفاوضات مع المدرب المغربي وليد الركراكي من اجل تولي القياده الفنيه للفريق خلافه ياسطرب خلال الفتره القادمه. ومصدر بالاهلي يؤكد بان النادي لم يدخل في اي مفاوضات او استفسارات مع المدرب المغربي من اجل تولي القياده الفنية للفريق خلافة ياسطرب، وأن كل ما تم تداوله في الأيام الماضية لا أساس له من الصحة وعبارة عن اجتهادات صحفية. والنادي لم يفكر في ضم أي مدرب أجنبي آخر قبل إنهاء كل شيء بشكل ودي مع ياسطرب أو عقب نهاية عقده مع الأهلي في نهاية الموسم الحالي. استقرار كبير في الأهلي على استمرار ياسطرب مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي بعدما تأكد مسؤول الأهلي بأن المدرب لم يتنازل عن قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقده في حال استقر مسؤول النادي على رحيله، وذلك حتى لا يتعرض النادي لأي أعباء مالية ضخمة بسبب قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقد ياسطرب مع الأهلي. مصدر بالأهلي يؤكد بأن الكابتن سيد عبد الحفيظ يستعد لعقد جلسة مع ياسطرب من أجل تجديد ثقة النادي في المدرب والجهاز الفني بالكامل للمرة الأخيرة، وذلك لمحاولة الرفع من معنويات المدرب وإنقاذ ما يمكن إنقاذه للحفاظ على لقب بطولة الدوري. مصدر بالأهلي يؤكد بأن النادي لا يمانع رحيل أشرف بن شرقي عن الفريق في نهاية الموسم الحالي في حال وصول عرض مناسب للاعب، وذلك بعدما فشل اللاعب على تقديم أوراق اعتماده مع الفريق وظهوره بشكل متذبذب في المباريات مع الأهلي. وتقارير صحفية تؤكد بأن مسؤول الأهلي أبلغ وكيل أشرف بن شرقي عن البحث عن عروض جيدة لموكله من أجل تسويقه عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. الأهلي ينفي كل ما تم تداوله في الأيام الماضية عن رغبة النادي القوية بعودة المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق مجددا. ومصدر بالأهلي يؤكد بأن ياسين منصور نائب رئيس الأهلي هو الذي كان يميل بشدة لعودة المدرب السويسري للقيادة الفنية للأهلي خلال الفترة القادمة، وذلك لرؤيته بأن فايلر هو الخيار الأنسب للأهلي حاليا لإعادة الروح والانضباط مجددا داخل غرف الملابس لكونه مدير فني أجنبي قوي الشخصية. لكن مصدر داخل الأهلي أكد بأنه لم يتم التواصل أو الاستفسار من المدرب السويسري من أجل البحث عن إمكانية عودته للقيادة الفنية للأهلي خلال الفترة القادمة. مصدر يؤكد بأن إبراهيم عادل أصبح قريب جدا من الانضمام للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعدما استقر النادي على رحيل أشرف بن شرقي عن النادي، وذلك بعد ظهور إبراهيم عادل بمستوى جيد خلال الفترة الماضية في الدوري الدنماركي ورؤية البعض بأنه سيكون أفضل من أشرف بن شرقي والذي لم يقدم الإضافة المطلوبة منه مع الأهلي، وأن التعاقد مع إبراهيم عادل سيجعل الأهلي بعدم الحاجة لخدمات أشرف بن شرقي والذي يرغب النادي بتسويقه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة والتعاقد مع جناح أيمن أجنبي. طبيب الأهلي يؤكد تعافي ياسين مرعي من الإصابة تماما وجاهزيته للمشاركة مع الأهلي في المباريات القادمة، ويؤكد بأن اللاعب أصبح جاهز من الناحية الطبية للمشاركة مع الأهلي في المباريات بداية من لقاء سيراميكا كليوباترا القادم في الدوري، لكن مشاركته في المباريات ترجع لوجهة نظر الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ياسطرب. مصدر بالأهلي يؤكد بأن النادي لم يتلقى أي عروض رسمية أو شفهية من الأندية السعودية من أجل الحصول على خدمات إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. ويؤكد أيضا بأن اللاعب ووكيله أبلغوا إدارة الأهلي بأنه لم يتواصل معهم أحد أو تلقوا أي عروض رسمية من السعودية من أجل الحصول على خدماته.
وحده، وينفي كل ما تم تداوله في الساعات الماضية عن رغبة نادي القادسية السعودي بضم إمام عاشور خلال الفترة القادمة. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اللي بتمنى تنال إعجابكم. في نهاية حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة لو ما انتش مشترك عشان تتابع معانا كل جديد عن أخبار النادي الأهلي.